نصيحة لكل واحد رايح يشتري عربية، خصوصا النوبيرا او اللانوس او الليجانزا او فيرنا. لو انت هتشتري عربية اوتوماتيك بعد اذنك ما تاخدش كلام الراجل اللي انت بتشتريها منه ثقة. يعني هتلاقي في مشكلة في العربية وانت ماشي يقول لك انا لسه عامل طقم اصلاح للفتيس، انا لسه اصلا مغير الزيت، اصلا انا يا باشا روح لحد متخصص. دلوقتي قطعة الغيار بتزعل. دلوقتي فتيس نوبيرا بيأخر معاك في الغيارات وبينتش، وانت لسه بتشتري العربية بتشتريها ب 250 270 280، مش رخيصة والله، ما رخيصة يا جماعة. لما تيجي تشتريها وبعد اسبوع تلبس في فتيس 30 40 الف جنيه، ولو هتصينه هيخش معاك في 20 25، ويا صابت يا خبت. يا باشا انا بنصحك لله لما تيجي تشتري اكد قوي، ويا ريت ابعد عن اي عربيه نوبيرا فيها فتيس واير. انا بقولها لك نصيحه من اخ، ابعد عن اي عربيه. ممكن اشتري عربيه فيها فتيس كهرباء اوروبي لو انت عاوز اوتوماتيك، او عاوز مثلا اشتريها يا سلام بقى لو مانوال يبقى انت ريحت دماغك على الاخر يا جماعه. والله العظيم الا من رحم ربي، الواحد بيروح يفك الفتيس بيلاقي نفسه لبس في 20 25 الف جنيه من غير ما يحس. ايه ده؟ هي كان بيقول لي عاوز طقم اصلاح ب 8000 بس. جبت طقم اصلاح ب 8000 ولا 9000 جنيه. عاوزين زيت بقى 3000 ونص. مصنعيه 4000 جنيه. لا الترومبه مش حلوه، بند الطلعه مش حلو، البليه بتاعت الاسبراك فيها بوش، علبه البلوف ما بتنقلش. انا عملت لك طقم اصلاح وكله 100 100، بس علبه البلوف ما بتنقلش. يعني يا باشا عاوز ايه؟ يعني علبه بلوف. طب انا صارف 20000 اعمل ايه؟ انا ماليش ذنب. طب هات لي علبه بلوف وركبها. لا هات انت الصنايعي بيقول لك هات انت. ازاي يا باشا اجيب انا؟ ده انت الصنايعي وانت اللي تجيب عشان لو فيها حاجه اسالك انت. لا هاتها انت. وبعد ما تجيب انت علبه البلوف يا باشا العلبه بايظه، لا غيرها، روح هاتها من حد تاني. لا العلبه مش شغاله، لا اصل انا جبت علبتين 3 4 مش شغالين. طب ما حدش قال لك اللي هو ممكن يكون عيبك انت، عيب تقفيلك انت، عيب شغلك انت. يروح بقى يفضل بقى ايه حوريني يا كيكه بقى كل شويه. روح انت هات ايه؟ روح هات علبه البلوف، روح غير علبه البلوف، وانت يا عيني رايح جاي. وكل مره في علبه بلوف عاوزين كيلو زيت، عاوزين 2 كيلو زيت، مش عارف ايه. الزبون يكره نفسه. قومت انت لما تيجي تشتري عربيه واير بالذات، لو انت بقى خلاص مصمم تشتريها، اروح عند مركز متخصص واطلع اجرب العربيه في طريق مفتوح، اشوف الاربع غيارات جايين حلو. ويا سلام بقى لو رفعتها عند مركز وبصيت على الفلتر وبصيت على الزيت، وتقول له لو الفلتر فيه رايش انا هرجع العربيه، هو يكون متفق انت معاه على كده، وهو خده معاك. لقيت الفلتر نضيف ما فيهوش رايش والبتاع، حط 3 كيلو زيت نضاف، متشكر يا باشا ربنا يبارك لك في فلوسك. لكن اكتريه الناس اللي بتبيع عربيات دلوقتي ما عندهاش ضمير، بيبقى عارف الفتيس وحش وبيلصمه وبيروح ملبسه للي بعده. حسب الله ونعم الوكيل في اي حد يبيع بيعه وعارف اللي فيها غلط. يعني انا لما اجي ابيع حاجه، لو ابيع حاجه ولو في حد معايا متابعني انا بقول له دي فيها كده، فيها عيب، ده الوحشه قبل الحلوه. اشتري يا باشا، عايز تشتري براحتك، الرزق ربنا، لكن ما تضحكش على حد خالص بما يرضي الله. دي فيها ايه بس. لكن انت لما تيجي تبيع عربيه 280000 300000، اتق الله يا اخي، اتق الله تكلفه 50000 و60000 و40000. حرام. اللهم بلغت اللهم فاشهد يا جماعه. ابعد عن النوبيرا واير تكسب. طبعا عندهم عربيات نوبيرا واير وهيبيعوا وهيخشوا يلعنوا سلسفيل اهلي، يقول لك يا عم انا مش تاجر عربيات. انا بقول لك نصيحه لله، ولا عاوز منك حاجه ولا منه حاجه. انت عشان تبيع تطلع عربيتك السما، وانت عشان تشتري تخرج بيها الارض. لازم يبقى في تسامح بينكم وبين بعض. عرفوا العربيه فيها 1 2 3. مين امين في بيع سياره دلوقتي؟ والله ما فيش الا من رحم ربي. السلام عليكم، اخوك ابو وحيد، قطع غيار الحمد. اللهم بلغت اللهم فاشهد.